النهارده نادي الزمالك هيعلن عن صفقة رسمية بتعاقده مع الجناح البولندي كونراد ميشيلاك قادما من نادي أحد السعودي. بس هل هو مفيد للزمالك؟ هل هو لعيب هيفرق مع نادي الزمالك؟ طب أرقامه وواقع تفاصيله إيه؟ هنتكلم في ده النهارده. بوبنزا، وللأسف الموقف القانوني لنادي الزمالك مش أقوى حاجة. الموقف مش هيبقى في صالح نادي الزمالك، وبالأغلب هيبقى فيه تفاصيل لصالح اللاعب أكتر مش لصالح نادي الزمالك. علي معلول ومفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي، ومحمود الخطيب بيسعى حاليا هو ولجنة التخطيط ولجنة التعاقدات إن هم يرادوا النادي الأهلي بصفقة مهمة في آخر أيام الانتقالات عشان التسجيل في القائمة الأفريقية والدوري المحلي. اهلا بيكم في استوديو الكرة. وقبل ما نبتدي ما ننساش نترحم على الخلوق المحترم الكابتن ايهاب جلال، الله يرحمه ويغفر له يا رب ويصبر اهله، ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة وافضل السلام، ونبتدي حلقتنا بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في استوديو الكرة. قبل ما نبتدي فضلا وليس امرا تدعمنا بلايك للفيديو وتشير الفيديو وتشترك في القناة لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكرة. نبتدي بمشلاك كونراد جناح البولندي لاعب نادي احد السعودي. كونراد للاسف لعيب ارقامه مش قويه، مش اللعيب السوبر اللي يقدر يتعلن عليه او بيتم التسويق على انه لاعب قوي زي بوبنزا يتسوق عليه لمرضيه نادي جماهير نادي الزمالك اللي واعيه بالكم الكافي وبالقدر الكافي انها تفهم قيمه اللاعب اللي جاي لها، قوته ورايح فين وتفاصيله فين. يعني للاسف بعض المواقع والصفحات بتروج على حلاوه مشلاك، يعني على اللعيب حلو يعني وشكله حلو ووسيم، انما ما بنتكلمش في امكانيات لاعب، بنتكلم في امكانيات لاعب للاسف ارقامه صعبه جدا. لعيب عنده 26 سنه بيلعب جناح يمين وجناح شمال، لعيب مثل المنتخب البولندي للفئات الشباب فقط، ما لعبش للمنتخب الاول، لعب في الدوري التركي اي نعم في كونيا سبور وريزا سبور، ولعب في نادي احد، ولعب في ليجا وارسو البولندي. اللعيب جاي اعاره لنادي الزمالك لمده موسم من نادي احد اللي بيلعب في دوري يلو، دوري الدرجه الثانيه السعودي. احد سعى لخروج اللاعب تخفيضا لقدر الرواتب عنده وسقف الرواتب، لانه بيلعب في الدرجه الثانيه مش بيلعب في الدوري الممتاز السعودي، فبالتالي راى انه يطلع اللعيب ده افيد للعيب وافيد له. طيب اللعيب ده لعب 275 مباراه في مسيرته بالكامل، سجل 29 هدف فقط وصنع 32 هدف. نسبة مساهمات تهديفية ضعيفة جدا لجناح هجومي بيلعب مع فرق كتيرة أو مشاركاته مختلفة. أعلى فتراته كانت مع نادي أحد، يعني لعب في 32 مباراة، سجل 9 أهداف وعمل 12 أسيست. أرقام مش قوية تماما، أرقام ضعيفة تماما للعيب أوروبي أو لعيب محترف يبقى موجود سواء في نادي أحد أو في خلافه. وعلى فكرة أعلى فتراته أداء هي مع نادي أحد، مش للأسف مش في أي نادي تاني خالص. الموسم ده لعب 3 مباريات في دوري يلو، سجل هدف وعمل أسيست فقط. بدايه كويسه جدا وواعده ان تساهم بهدفين في 3 مباريات، بس قوه دوري يلو اعتقد مش بنفس قوه الدوري المصري عشان تقيس عليها وتقيس على الارقام دي. هيبان تماما بمشاركته وادائه مع نادي الزمالك لما يبقى موجود معاه في القائمه ويبتدي يشارك في المباريات، وتشوف اللعيب دوت فعليا على ارض الملعب، لانه هيتوظف غالبا في الجناح الشمال وزيزو في الجناح اليمين. لعيب بيلعب بستايل دايركت على المرمى. اتمنى يكون يعني وضع نادي الزمالك وستايل نادي الزمالك في اللعب المفتوح والكره الهجوميه يساعده انه يقدم افضل فتراته وافضل اداء ليه مع نادي الزمالك. بس في المجمل الارقام اللي ما بتكذبش، هي صفقه غير قويه على الورق وبالنسبه للارقام، وما اعتقدش جماهير نادي الزمالك هيبقوا مبسوطين بيها الا لو اللعيب خالف التوقعات والسكاوتنج او اداره التعاقدات في نادي الزمالك شافت رؤيه مختلفه في اللاعب. نيجي بقى للموضوع الاصعب او الموضوع اللي فيه الازمه اللي عشم بيه كل الجماهير، مش جماهير نادي الزمالك بس، ان تلاقي صفقه بالتقل بتاع ارون بوبنزا انه يبقى موجود في الدوري المصري. كانت صفقه تفتح بيبان كتيره لمستويات لعيبه مختلفه. فكره ان نادي الزمالك يصرح ان هو معاه البطاقه الدوليه وان هو حصل على توقيع اللاعب والكلام دوت، الكلام دوت قانونيا مش هيمشي. يعني ايه مش هيمشي؟ يعني مش هيديك النتيجه ومش هيضمن لنادي الزمالك اي حقوق. اللعيب بكل اختصار يقدر ينتقل لنادي رابط بوخارست اللي عايز يروح له، النادي الروماني، باختصار يقدر يطلع بطاقه دوليه مؤقته ويتحرك لغايه ما يخلص الموضوع مع نادي الزمالك ويعدي وقته او ايا كان الامور هتروح لغايه فين. اولا اللعيب غير ملزم طالما ما وقعش على العقود الرسميه التوقيع من 4 نسخ وتم تسجيلها في الاتحاد الدولي والاتحاد المصري لكره القدم عشان اللعيب يبقى ملزم تماما مع نادي الزمالك. اللعيب وقع على رغبه مبدئيه او عقود مبدئيه، وبالتالي هي اكنها عقد ابتدائي
مش عقد نهائي، فبالتالي سهل الرجوع فيه. البطاقه الدوليه اللي هي اتبعتت من الاتحاد الامريكي للاتحاد المصري لكره القدم عشان يستلمها نادي الزمالك برضه غير كافيه لتسجيل اللاعب من غير العقود. النادي الزمالك يقدر يتكلم وبقوه في صفقه بوبنزا في حال توقيع العقود. وللاسف برضه يعني نادي الزمالك ما رجعش للوكيل الرسمي للاعب حاليا لغايه دلوقتي ولا مره. الوكيل الفعلي مش احمد يحيى اللي كان متدخل في الصفقه على اساس ان هو كان وكيل اللاعب وهو كان وكيل قديم للاعب. فبالتالي موقف بوبنزا الاقرب ان هو مش هيجي نادي الزمالك، والاقرب ان نادي الزمالك هيحرك قانونيا بدليل تحركه لكراد مشلاك عشان يتعاقد معاه. طيب خبر صار بقى، نروح للناحيه الثانيه لجماهير النادي الاهلي، وعندنا خبر صار جدا. علي معلول سابق كل التوقعات وسابق كل التفاصيل في شفائه ومراحل علاجه، وهيرجع في خلال 8 اسابيع يعني اقل من شهرين. وعندك علي معلول هيبقى جاهز للمشاركات مع النادي الاهلي. يقدر النادي الاهلي يسجله في القائمه الثانيه الافريقيه، الفتره الثانيه للتسجيل اللي هي على دور المجموعات مع نادي الاهلي في القائمه الافريقيه. وبالتالي علي معلول خبر حلو قوي ان هو يرجع بالسرعه دي ما شاء الله تبارك الله، ويرجع بسهوله كده وما شاء الله، والتزامه وتعافيه بشكل ممتاز. فعلي معلول هيبقى اضافه قويه طبعا قولا واحدا مع يحيى عطيه الله. واعتقد ان علي معلول في دماغ الجهاز الفني توظيفه كجناح هجومي اكتر منه دفاعي، وهيبقى جبهه ناريه لو ده حصل. وده سبب من الاسباب لتاخر تعاقد النادي الاهلي على اجنحه في الفتره الجايه، والنادي الاهلي مش مستعجل. بس في خبر كويس اللي هنخش فيه دلوقتي، هو ان الكابتن محمود الخطيب بيطالب لجنه التعاقدات ولجنه التخطيط بالتعاقد مع لاعب في الجزء او الشق الهجومي للنادي الاهلي سواء راس حرب او جناح، لمرادات جماهير الاهلي بعد غضبها على عدم اتمام صفقات قويه. لان احنا النادي الاهلي عنده 8 راحلين وعنده 4 صفقات فقط، فالموضوع صعب. وراحلين اساسا فيهم صفقات قويه ماشي زي عبد القادر، عبد المنعم، ديانج، اسامي كبيره رحلت من النادي الاهلي. فبالتالي مطلوب التعويض وانت داخل على منافسات قويه. انت لازم تعمل ميركاتو قوي دلوقتي، وميركاتو قوي جدا في يناير عشان تخش كاس العالم للانديه بكل قوه. انت عندك بطوله عايز تحافظ عليها اللي هي بطوله دوري ابطال افريقيا، عايز تنافس على الدوري لسه معاك، عندك سوبر افريقي، عندك سوبر محلي. فانت عندك بطولات قويه جدا للنادي الاهلي. فبالتالي وعندك بطوله انتر كونتيننتال في شهر 12. فانت اللعيبه اللي هتيجي في يناير دي مش هتشارك. فانت دلوقتي اللعيبه اللي هتجي لك هي اللي هتشارك بيها انتر كونتيننتال. في شهر 10 هتلعب مباراه مع نادي العين غالبا على ملعبك في استاد القاهره. فبالتالي النادي الاهلي محتاج كل التدعيمات المطلوبه عشان يبقى الفريق قوي جدا. وبالتالي طيب ايه اللي حصل باختصار كده؟ ان في 3 اسامي. في لعيب اولا يوسف ساليتش عارفينه، جوناثان اوكايتا عارفينه، واللعيب الثالث تراوري مهاجم، فيسون تراوري مهاجم نادي تيبي مازيمبي الكونغولي. الحقيقه لعيب 23 سنه، متر 81 سم، ارقامه مش قويه بس بدنيا ومؤشراته بتقول انه لاعب واعد، لاعب تارجت مان واعد. يوسف ساليتش عارفينه، لاعب نادي سيريس وبديل اسامه ابو علي في نادي سيريس، لعيب قوي جدا، مهاجم قيمته التسويقيه 2.5 مليون يورو، رقم قوي جدا وعالي جدا. جوناثان اوكايتا اللي فاضل في عقده موسم واحد مع نادي السويسري نادي زيورخ، الجناح القوي اللي ستايله قلت لكم شبه جونيور اجاي بس على اسرع شويه، لعيب مهاري جدا ولعيب جناح حلو قوي، بيلعب برجله الشمال وبيلعب وينج يمين وينج شمال، ولعيب كويس جدا يفرق مع النادي الاهلي. 27 سنه، دي اللعيبه الاقرب ان النادي الاهلي يخلص في لعيب منهم في الوقت الحالي لمرادات جماهير النادي الاهلي والحاجه الفنيه ليه بالضروره في الفتره الحاليه. فكده النادي الاهلي هيخلص لعيب في الجزء الهجومي مش محمد علي بن رمضان، عشان الناس لسه بتقول لك محاوله اخيره لمحمد علي بن رمضان والنادي الاهلي هيحاول معاه تاني. ما اعتقدش محمد علي بن رمضان هو الصفقه اللي هتبقى موجوده، هو الاقرب ما بين يوسف ساليتش او جوناثان اوكايتا، هما الاسمين الاقرب لتعويض الفقد اللي حصل في النادي الاهلي في الجزء الهجومي عنده. في نهايه الحلقه اتمنى يكون عجبكم الفيديو، فضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو لو انت نسيت تعمل لايك، وتشارك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره. كنتم مع استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.